انا مش عارف ليه اهل البنت مصممين يطفشوا العريس. يعني واحد اتقدم لبنت مش عايزه كمان يقعد معاها عشان يتعرف عليها. خطيبتي اهلها بيقعدوا معانا وابوها بيرفض ان اخرج معاها او حتى اقعد معاها على جنب كده، ولما اكلمها بالليل يقول لها لا اقفلي. هو ده طبيعي ولا بيطفشوني؟ حلو. هو ابوها بيعمل كده ليه؟ عشان خايف على بنته. مؤاخذه بقى يحصل حاجه كده حاجه كده. بس في حاجه ابوها مش واخد باله منها، ان فتره الخطوبه دي فتره تعارف، اختبارات، عشان لما نيجي نتجوز ما نلبس. فهيتعرف عليها ازاي وانتوا قاعدين له على البصه والهمسه والنظره وكل حاجه؟ يعني اديله مساحته. مش بقول لك بقى تقعدوا مع بعض وتقفل عليهم الاوضه، بس على الاقل مثلا ايه، قاعدين في الصاله هما الاثنين، سيبهم. مش لازم بقى تبقى قاعد معاهم، قوم اتمشى في الشقه كده وعينك عليهم برضو عادي مفيش مشكله، بس سيبهم لوحدهم يتكلموا شويه في التليفون وبرضو تبقى متابع، تبقى شايف الدنيا ماشيه ازاي. بس ندي مساحه عشان ما يتجوزوش عمياني ويتطلقوا بعد شهرين ثلاثه. والسبب ايه؟ اصل احنا ما عرفناش بعض. قول لي بقى رايك في التعليقات، اللي ابوها بيعمله ده طبيعي ولا عايز يطفشه؟ ولو عندك اي سؤال او مشكله عايزنا نناقشها مع بعض، ابعت لي على انستجرام، هتلاقي اللينك في البايو. سلام.